بصي بقى الكفته لما طلعتش معاكي جامده كده وجوسي وحلوه، وتحسوا كده انكم شاريينها من بره، كفته الحاتي بطريقه سهله جدا جدا. محدش هيعرف اصلا اللي انت اللي عاملاها من كتر ما هي حلوه وطعمه طعامه ملهاش حدود. تعالوا بينا نشوف طريقه كفته الحاتي ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا يلا. اللحمه المفرومه لما بنجيبها بيكون فيها نسبه من الدهن بسيطه، انا طبعا ما بحبش اجيب زياده، انا بحب اجيبها بالنسبه المعتاده بتاعتها العاديه خالص. حطيت عليها كيس من البيكنج باودر، وحطيت عليها كمان بصلتين مفرومين ناعم جدا، واخده الميه بتاعتهم مصفياها تمام. بعد كده حطيت على البصل ملح وفلفل اسود وبهارات كفته بتيجي من عند العطار. بحب كمان احط لها رشه صغيره من القرفه كده برضو بتديها طعم حلو. هميكس بقى كل الحاجات دي كده كلها مع بعض، وهجيب ربع كوبايه من البقسماط وبرضو هدعكها معاهم. لو مش عايزين تحطوا بقسماط مفيش اي مشكله. انا كمان بحب احط فيها بقدونس مفروم ناعم، بيديها طعم حلو جدا جدا. بفضل ادعك في الكفته لحد ما القوام بتاعها كله يتجانس مع بعضه، وتحسوا انها كلها باشت في بعض كده، دابت في بعض. ميه البصل جبتها وحطيت عليها زيت. انا طبعا بتبل الكفته من قبلها بيوم، تاني يوم بحب ان انا اسويها، يعني بحطها يوم كده في التلاجة تكون متبله عشان تاخد وتدي في التتبيله كده ويبقى طعمها حلو جدا. بشيلها بقى من التلاجة، ببدا ان انا اصبعها. تصبعيها بقى على المسن بتاع السكاكين، على قلم مثلا يكون مش بتستخدميه، قلم الوان، قلم رصاص بيكون مغسول كويس جدا وما تكونوش بتستخدموه، على الشوبستيكس دي، اي حاجه تسني عليها. اهم حاجه يكون ايه، او مثلا كذا عود من الشيش طاووق، علشان خاطر تبقى مفرغه من جوه كده وتديكي ما تبقاش مكتومه. طبعا لو عندك شوايه هيبقى حلو جدا، لو ما عندكيش شوايه زي كده بحطها في الصاجات وبدخلها الفرن. الفرن طبعا بكون مسخناه من قبلها الاول، وبعد كده شايفين الفراغ اللي في النص ده اللي بيخليها كده حلوه جدا من جوه وما بتبقاش مكتومه، بتبقى حلوه قوي. الفرن طبعا يبقى سخن الاول، وبعد كده اول ما بدخل فيه الكفته بخليها وسط النار تمام. بعد كده بعدها بربع ساعه اروح شايله الكفته من الفرن واروح قلبها على الناحيه التانية علشان خاطر يعني تتحمر من الجنبين. هتاكلي بقى احلى كفته وهتدعي لي فعلا بعدها. واهم حاجه تكتبوا لي بقى تريكاتكم ايه في كفته الحاتي، وما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. اوعوا تدوس لايك.